ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هيكون عن مشترياتي، الفيديوهات اللي انتوا بتموتوا فيها وبتحبوها. هي فيديوهات المشتريات اللي بتخرب بيتي وبتخليني طول الشهر معيش ولا مليم للاسف. وعلى طول فلوسي خلصانه، وبالذات على شراء الميك اب وليتلي بقى اللبس يعني. يلا الحمد لله. عايزه بس اوضح نقطه قبل ما نبتدي الفيديو. البنات المتضرره مني بحرك ايدي في الفيديو كتير وانا بتكلم، ام سوري يا بنات، دي طبيعه شخصيه. انا شخص ما بيعرفش يتكلم غير هو بيتكلم بايديه. يعني انت لو قاعده قدامي وتعرفيني شخصيا هتعرفي ان انا شخص بيتكلم بايده، بشرح بايدي، انا شخص كده. ومش هعرف ابدا ان انا اعمل لكم الفيديو وانا مكتفه ايديا كده وقاعده بشرح بس كده. يعني انا مش هبقى مرتاحه وهحس اني متأيده. واصلا يعني اللي مخلي نوعا ما القناه يعني ناجحه نوعا ما، يعني اني انا على طبيعتي معاكم، يعني بتكلم بهزر في الفيديو. انا دي دعاء، هي دي. فانا مش هعرف ابقى شخص تاني واكتف نفسي بس عشان انتي متضايقه من حركه ايدي. انا شخص بيتكلم بايديه. انا اسفه يعني مش هقدر اغيرها بجد، ام سوري. فمش هعرف اغير تركيبتي بتاعه البني ادم بتاعتي عشان انتي متضايقه من حركه ايدي. وحركه ايدي دي ما طلعتش من الفيديوهين اللي فاتوا ولا الفيديو اللي فات يا بنات. انا من ساعه ما بدات القناه اصلا وانا بتكلم بايديا. فام سوري لو الموضوع ده مضايق يعني مجموعه من البنات، فانا اسفه جدا، مش هقدر اغير نفسي يعني. بس كده يا حلوين. طبعا المقوله الشهيره اللي هنبتدي بيها الفيديو ان انتوا ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، كمان تشتركوا تحت في القناه من المربع الاحمر الموجود تحت الفيديو، وكمان تعملوا لي فولو على الانستجرام باللينك اللي هيظهر دلوقتي على الشاشه. ويلا بينا على طول نبتدي. طب يا بنات خلونا نبتدي الاول بالحاجتين اللي انا جبتهم من فلورمار، عشان يعني هما حاجتين بس، وبعد كده ننتقل بقى للحاجات اللي انا جبتها من بيوتي باي لتاني مره، واقول لكم بقى التجربه التانيه من بيوتي باي كانت عامله ازاي. اول منتج هو ده، عايزه بس يعني يا رب يعمل فوكس. ايوه هو ده من فلورمار. اوكي، المانيكير ده المفروض ان هما اسمه ماكس جروث، اعتقد اسمه كده. ده بيخلي الضوافر تطول. يعني عايزه اوريكم برضو ضوافري، يعني مش عارفه اوريها لكم ازاي. ضوافري ابتدت شويه صغننين اهو ترجع تطول تاني، وانا مبسوطه الصراحه من النتيجه بتاعته. ان هو بيطلع لي ضوافري، بس هو يتحط في قائمه المانيكير، يعني من الحاجات اللي هتمنع الوضوء. فانت بقى تعملي ايه عشان تطولي ضوافرك وفي نفس الوقت ما يعني المانيكير ما ينقضش وضوء او يمنع وضوء او الكلام ده كله. انت خلاص خلصتي يومك خالص وخلاص صليتي لغايه العشاء، تروحي حاطاه قبل ما تنامي، وتصحي الصبح ان شاء الله تروحي شايلاه بالاسيتون اللي بتشيلي بيه المانيكير، وخلاص كده. وكل يوم اعملي نفس النظام، ضوافرك فعلا هتطول. يعني انا بيتهيألي ان انا لو كنت سايباه طول اليوم على ضوافري هيخلي ضوافري تطول فعلا، حاجه كبيره يعني. بس انا عشان بشيله الصبح وبرجع احطه تاني بالليل، فاعتقد ان نموهم يعني شويه ببطء، بس كنتيجه كده ان انا عندي ضوافر كده حاجه بيضه كده طالعه از فرنش يعني على ضوافري من فوق، فدي حاجه حلوه جدا اصلا. بس يعني انا من الناس اللي ضوافري ما بتطولش مهما اتشقلبت عشان يطولوا، بس الحمد لله الفتره دي ابتدوا يطولوا حاجه صغيرين، يا رب تكونوا شفتوهم ما وريتهم لكم. فده من الحاجات الحلوه قوي برضو اهو وريهولكم تاني عشان اللي عايزه تاخد منه سكرين شوت. تاني حاجه جبتها من فلورمار عشان فتح في سيتي سنتر عجمان، اللي هو السيتي سنتر اللي جنبينا، يعني فتح ستور كبير. فكانوا عاملين زي اكستنشن كده او جزء كده للحاجات اللي هي كانت بتنزل تقريبا اللي هي ليميتد اديشن، الحاجات اللي هي بتنزل لفتره قليله وبعد كده بتتشال، او بيجربوا منتج معين وبعد كده بيتشال. فكانوا حاطين سيكشن للليميتد اديشن، فحاطين فيه حاجات خلصت من فلورمار ومتبقي منها بس كام ايتم، فجبت منهم الفاونديشن ده. اعتقد الفاونديشن ده ليميتد اديشن لاني ما شفتش منه على الستاند تاني، يعني ما لقيتش منه. ده شكل الفاونديشن كان ساعتها، بس يعني كميه حلوه، يعني كميه يعني معقوله. مش عارفه ساعتها كنت جايباه ب20 درهم الفاونديشن ستيك ده، وحلو جدا، تغطيته متوسطه، يعني حاجه كده للاستخدام اليومي، هتروحي الشغل هتروحي الجامعه الكلام ده كله. وكمان انه كان ب20 درهم فاتس اوكي، ده رخيص جدا. الدرجه دي اسمها وورم بيج، اسمه ميك اب ستيك فاونديشن من فلورمار. ده شكله هو الستيك كده، وده شكله من جوه.
دول بس الحاجتين اللي انا جبتهم من فلورمار. نيجي بقى ننتقل للحاجات اللي انا جبتها من بيوتي باي. التجربه الثانيه من بيوتي باي كانت تجربه مكلفه جدا جدا جدا. اقول لكم ليه. انا المره اللي فاتت اما اشتريت الحاجات من بيوتي باي وعملت لهم اللي هو التراكنج، انك تبقي متابعه الشحنه، دفعت بس 10 استرليني، لان اكتشفت ان هو مش يورو، استرليني. حرف الاي اللي جنب الفلوس ده هو اللي ملخبطني، افتكرته يورو بس طلع للاسف استرليني، يعني جنيه استرليني. بس اليورو والاسترليني بنفس السعر يعني، او قريبين من بعض. مش عارفه ده 4 وحاجه وده 4 وحاجه، بس فرق بس حاجات بسيطه. المهم ايه، انا استسكيت بقى المره دي وقلت ايه، لا انا هجيبه اللي هو الفول تراكنج، او اللي هو التوصيل السريع، اللي هو لو الحاجه مثلا بتجيلي مثلا في 12 او 13 يوم، فتجيلي في اسبوع بس ادفع عليها فلوس اكتر عشان عايزه انجز. كان تفكير غبي جدا مني طبعا، لان هم برضو بعتوهم لي على البريد اللي هو بريد الامارات، وبرضو دفعت فلوس. يعني انا كنت فاكره ان هم يبعتوهم لي بالدي اتش ال، بارامكس، بالحاجات دي على البيت على طول، ومش هضطر ان انا اروح البريد واستلمهم زي المره اللي فاتت. بس طلع يعني انا دفعت فلوس زياده بس عشان الحاجه تجيلي بدري، مش ان هي تجيلي لغايه البيت. يعني انا كان قصدي ان هي تجيلي كمان لغايه البيت، فهي ما جاتليش لغايه البيت واتكلفت فلوس زياده. فحسيت انه غباء مني، لان انا اصلا اما بروح استلمهم من البريد بدفع عليهم فلوس اصلا، ان هي الفيز تمن انك استخدمتي خدمه البريد عموما. فكده دفعت فلوس في البريد زي ما دفعت اول مره، مش فلوس كتير يعني، بس كده دفعت مرتين. فحسيت اللي هو ايه الغباء اللي انا فيه ده. بس anyway برضو بناخد خبره وبنتعلم، بنخسر فلوس بس اوكي. يلا خلونا على طول نبتدي بالحاجه اللي انا قلت لكم ان انا جبتها. هبتدي باول حاجه انا كنت مصممه ان انا اجيبها من كتر ما شفت ريفيو عن اجانب كتير بيتكلموا عنها وبيقولوا ان هي بديله للباليت بتاعه انستازيا مودرن رينيسانس، اعتقد الاسم كده يعني. المهم فكانت الباليت دي، بصوا مغلفين الحاجه، بيعجبني قوي الصراحه تغليفهم، والاكتر الاكياس اللي هي فيها بزابيز دي عشان بحب العب في الحاجات دي. الباليت دي من ويت اند وايلد. بيقولوا الباليت دي بديله للباليت بتاعت انستازيا، لان فيها نفس الالوان بتاعت انستازيا، وده اكشلي فعلا يعني الالوانات اللي فيها كلها، او الالوان بلاش الالوانات، عشان في ناس بتقعد تدقق في الكلام قوي، تقولك انت اسمها كده مش اسمها كده يعني. anyway الالوان اللي فيها نفس الالوان بالظبط اللي في الباليت بتاعت انستازيا. انا اوريدي ما فتحتهاش، يعني ما فتحتهاش الصراحه. فبصوا يا بنات، دي الالوان بالظبط نفس الالوان بتاعت الباليت بتاعت انستازيا بالظبط، زيها بالظبط. فان شاء الله اعمل لكم عنها ريفيو، عشان لو فعلا طلعت حتى البيجمنت بتاعها زي انستازيا، فهديها تبقى مكسب كبير قوي للبنات اللي عايزه تجيب باليت اي شادو. وكمان دايما الباليتس الدراج ستور ما بيبقاش فيها ترانزيشن كالر وبتاع، بيبقى الالوانات بتاعتها كده غريبه شويه. فدي انها فيها ترانزيشن كالر والوانات كتير، وفيها الوانات مات، وفيها حاجات شمر، وفيها لون ينفع ككونتور، فدي مكسب ابن لذينه يعني. فان شاء الله ان شاء الله اول حاجه هعمل لكم عنها من الحاجات اللي انا جبتها او كنت جايباها من الفيديو اللي فات، هي الباليت بتاعت ويت اند وايلد، بس بعد الباليت بتاعت ريفوليوشن. تاني حاجه جبتها من بيوتي باي هو الاي جيرل، اللي هو بتاع الحواجب، اللي هو اسمه الاي جيرل برو بوميد اعتقد كده. المفروض ان هو ووتر بروف، لا من الناحيه الثانيه المفروض ان ده ووتر بروف. الدرجه دي اسمها تيوب او تيوب حاجه كده يعني، هكتب لكم اسمها على الشاشه او في الديسكربشن بوكس. الدرجه دي نفس اسم الدرجه بتاعه نفس الدرجه بتاعه نيكس اللي انا كنت لسه جايباها. فقلت على طول يعني اول ما لقيت نفس الاسم قلت هجيبها على طول. دي الدرجه بتاعته، يا رب تكونوا شايفينها. هو عموما الاضاءه مفتحاها قوي، بس هو الدرجه بتاعته يعني زي ما انتم شايفين كده من بعيد. هعمل زوم في المونتاج عشان تشوفوا اللون. فجبت الدرجه دي قلت اجربها، ولان هم بيقولوا الكواليتي بتاعته حلوه قوي، فلو هو يعني حاجه كويسه وبديل حلو لانستازيا فده يبقى حاجه جامده قوي. فعشان كده على طول رحت جبته، بما ان لغايه دلوقتي المنتجات بتاعت ال جيرل من الحاجات الحلوه اللي انا جربتها، فقلت اجرب برده جل الحواجب ده، وبرده مليت شويه من انستازيا قلت اغير يعني. نيجي بقى للحاجه الحلوه اللي انا اصلا عملت الشحنه دي كلها. اصلا بص ببقى ببتدي الموضوع ان انا عجبني حاجه وعايزه اجيبها،
تمام. فاقعد اقول ايه، هدفع الشيبنج وكذا وكذا على ده، بس طب ما تجيبي كذا حاجه تانية، فاروح صارفه كل الفلوس وخلاص كده انا شكرا. فمن الحاجات اللي انا كنت اكسايتد جدا ان انا اجيبها، وكان نازل عليها اوفر بمناسبه الاعياد والكريسماس وكده، هي دي الماست بتاع ماريو باديسكو، ده اسمه كده. ده زي كده ايه يعني، مهما اوصف لكم في جماله مش هتصدقوا يعني، بجد حلو. اولا حلو جدا كموسترايزنج للبشره، او زي ميه الورد كده، بس هم عاملين منه يعني كل حاجه مش فليفر بحاجه معينه يعني، بريحه معينه. ده حلو جدا للبشره قبل الميك اب. حلو جدا حتى ترشيه كده بس على بشرتك از موسترايزنج، بيرطب البشره بطريقه مش طبيعيه، بيديها جلو. بشرتك عارفه لما تحسوا ان الشخص ده عامل فيلر، البشره فيها جلو لدرجه انك تحسي فيه نضاره مش طبيعيه في البشره. بتحطيه بعد الميك اب بيقلل شكل الباودر بطريقه. البديل بتاع ماك فيكس بلس بالعكس ممكن يكون احلى كمان. السات دي كانت نازله في الاعياد الثلاثه مع بعض. هو اعتقد ان الازازه الكامله حوالي 200 وحاجه ملي، دي الازازه الواحده 118 عشان هما السات مع بعض. فانا جبتها الصراحه من كتر كمان ما في شخص تاني شكر فيها خلاني هموت واجربها. بنوته اسمها ياسمين، تحفه يا بنات، لازم بجد تشتركوا في القناه بتاعتها. هي شاطره قوي في الميك اب، انا بحب طريقتها وبحب ان هي بتسافر لان هي مضيفه، فبحب انها بتسافر وبتعرف حاجات من بره احنا ممكن ما نكونش سمعنا عنها. يعني انا ما عرفتش السبراي بتاع ماريو باديسكو ده غير منها هي، لان هي بتسافر وبتجرب وبتروح بلاد كتير، حتى حاجات كوريه بتجيبها، فبتعرفك منتجات انت ممكن تكوني ما تعرفيهاش او لسه ما نزلتش هنا او حتى ما سمعتيش عنها. فهحط لكم اللينك بتاع ياسمين تحت عشان تروحوا تشتركوا في القناه بتاعتها، وبجد تستفادوا منها كتير جدا. نيجي بقى للازايز بتاعت ماريو باديسكو دي. هفتح لكم السات. انا كمان عرفت يا بنات ان هي ينفع تستخدميها للبشره وكمان ينفع تستخدميها للشعر، ودي حاجه انا استغربتها شويه يعني. عايزه اوريكم هي مكتوب فين اهو يا بنات. مكتوب على العلبه من ورا ميست اون تو فيس اند نيك، يعني الوش والرقبه، اور هير، وكمان على الشعر. فدي حاجه انا مش عارفه الصراحه هو بيعمل ايه للشعر يعني، انا جبته اساس الوش يعني. دي اول واحده، دي اول ازازه. ده شكلها عشان الاضاءه مخليه مفيش حاجه باينه. ده شكل الازازه. ده مكتوب عليه ان هو with aloe herbs and rose water، يعني في ده ميه ورد اللي هو لونه كده شويه شبه ميه الورد. ودي تاني واحده، ده شكلها، ودي اكيد لافندر، اكيد لافندر، فدي باللافندر. ودي ده شكلها اللي هي الخضراء، ودي بجرين تي بالشاي الاخضر. فست صراحه حلوه جدا. هي مش عارفه، انا مش قادره احكم عليها ان كانت غاليه ولا رخيصه. حسيت ان هي ورثت يعني، هجرب الثلاثه وكمان سعرهم معقول يعني، بثمن ازازه او ازيد شويه من ثمن ازازه يعني. اعتقد الازازه كانت مثلا تكون 16، فانا جبت دول مثلا ب 20 او 19 حاجه كده. فانا مش فاكره اكشلي كانوا بكام، بس هحط لكم الاسعار وكل حاجه تحت في الديسكربشن بوكس. فمبسوطه جدا ان انا جبتهم، وثانك يو ياسمين ان انت الصراحه بتعرفينا على حاجات حلوه قوي كده. نيجي بعد كده يا بنات للحاجات اللي انا عديت عليها كده وانا بشتري الحاجه بالصدفه وشفتها. هي الباليت دي من ميك اب ريفوليوشن. دي كريمي كونتور. عايزه افتحها لكم برضه لاني ما فتحتش حاجه. لا اعتقد دي فتحتها جربت بس درجه كونتور كده يعني. لا درجه الاصفر دي عملت بس كده بصباعي، بس اكشلي لسه ما جربتهاش في ميك اب. دي الالوان بتاعها فيها درجات يعني هنا للكونتور حلوه قوي، وده ينفع يبقى كوريكتور اعتقد لان هو ككونتور فاتح شويه، وفي الاصفر وفي درجات للبيج، فحسها لطيفه. درجه الباليت دي اعتقد ميديوم، لا دي لايت ميديوم. هي مكتوب عليها ده فهد بيصوت يعني لو سمعت صوته عادي يعني. مكتوب عليها ميك اب ريفوليوشن لندن برو اتش دي كريم كونتور لايت ميديوم. فدرجه الباليت دي لايت ميديوم. برضو لو عايزيني، هو ام شور ان انا هعمل لكم فيديو للكونتور الكريمي، لاني قبل كده تقريبا عملت لكم الباودر، فهعمل لكم فيديو عن الكونتور الكريمي وهستخدم فيه الباليت دي عشان نجربها مع بعض.
وبرده من نفس البراند اللي هي بتاعت ميك اب ريفوليوشن جبت باليت الاي شادو دي اسمها ريفوليوشن سوفكس حاجه كده، بس اعتقد يعني ان الباليت دي تعاون مع شخص مشهور، يعني لان دايما اغلب البراندز بتعمل كده، بتعمل باليت تعاون مع شخص وبتنزل باسمه والكلام ده كله، مالناش دعوه، احنا لينا بالباليت نفسها. عجبني في الباليت دي ان الكفر بتاعها من بره حامي شويه الاي شادو، مش شفافه زي الثانيه، يمكن دي كانت من عيوب الباليت الثانيه. دي الالوان بتاعها من جوه عجبني ان فيها الوان مطرقعه شويه زي اللون الاصفر اهو لو شايفينه، مثلا الالوانات الشمر اللي فيها مختلفه شويه، ما فيهاش بنيات كتير، يعني فيها ممكن درجتين بس بنيات، ودي حاجه حلوه، فتحسوا ان الباليت مطرقعه شويه او فيها الوانات مختلفه شويه، فعشان كده شدتني اول ما شفتها. برده هجربها لكم واقول لكم رايي فيها، او نجربها في فيديو مع بعض ونشوف التكتشر بتاعت الالوان والكلام ده كله. بس عجبني شكل الباليت من بره، يعني حاساها متكلفه شويه عن الباليت عموما بتاعت ريفوليوشن الثانيه. نيجي لاخر حاجتين انا جبتهم من بيوتي باي. انا بقالي فتره عايزه اغير كل الارواج بتاعتي اللي انا كنت جايباها من نيكس، لان ابتدوا ينشفوا لي شفايفي اوفر بزياده جدا جدا جدا. يعني انا كنت اول ما بدات او قبل ما ابدا على طول الفيديوز بتاعت اليوتيوب رحت جبت الباليت الكبيره قوي، هي مش باليت، هي السات الكبيره قوي اللي فيها اغلب الدرجات بتاعت نيكس. هي كانت ليميتد اديشن برضو، كانت نزلت ساعه النيو يير، وكان فيها كل درجه ادي اخرة الحركه بالايد. المهم كان فيها كل الدرجات اللي فيها، اللي هي الالوان بتاعت الارواج بتاعت نيكس، فيها من الموف للفوشيا للازرق لكل حاجه تتخيلوها. فانا ساعتها فكرت برضو بذكاوه شويه، فرحت قايله ما اجيبها ويبقى عندي كل الوان الارواج اللي في الدنيا. بس اتس اوكي، انا كده خلاص حصرت نفسي في حته ان انا مش قادره اجرب اي منتجات تانية، يعني ما خلاص ما انا عندي، طب اللون ده، طب ما انا عندي، طب ما اجيب اللون ده، طب ما انا عندي، فعايزه اخرج بره نيكس شويه. اما جات لي الارواج بتاعت عبود، يعني قعدت علقت عليهم شويه، ولسه جايبه ارواج اللي هي الاديشن بتاع سود من نيكس، فقلت عايزه اغير، عايزه اجرب حاجات انا ما جربتهاش قبل كده، لاني عايزه ابطل استخدم نيكس، لان كمان في الشتاء بينشفوا لي شفايفي قوي. فاول سيت جبتها دي من براند اسمها رينكون كوزماتكس، يا رب اكون قلت الاسم صح. البراند دي مشهوره قوي بره، مش مشهوره خالص عندنا في الوطن العربي، لان انا دخلت على الويب سايت حسيت ان انا اشتريت حاجه مجهوله المصدر. يعني لما بصيت كده اما جبتها او عجبتني وحطيتها في الباسكت، قلت اعمل سيرش، دخلت على الويب سايت لقيته ويب سايت جامد جدا، فهي مش واصله لنا في مصر تقريبا. ده كان تعاون مع الشخص دي اللي انا معرفهاش اصلا هي مين، يعني جواها السات، جواها الارواج دي كام واحد؟ 5 ارواج. وده الروج اللي البنات سالوني عليه في الفيديو اللي فات اللي نزلته لكم، اللي هو ازاي تشتري اونلاين. كل البنات سالتني على درجه الروج، واعتقد كنت مستخدمه الدرجه دي، هي درجه على احمر غامق شويه، دي اسمها ريبيتشر اعتقد اسمها كده، مش عارفه. هبقى اعمل لكم فيديو سواتشز للارواج اللي انا اشتريتها كلها. دي اول درجه زي ما قلت لكم، اللي هي محمره شويه، عايزه بس مش عارفه الدنيا مكركبه حواليا، ده شكل اللون محمر كده شويه. وكمان درجه زي كده اللي هي على نود، مش عارفه انتوا ممكن تكونوا شايفينها ولا لا، اعتقد من بعيد ممكن تشوفوها احلى كمان اما اقرب. ده لونها. والدرجه دي كمان هي درجه شويه باستيل شويه، الالوانات اللي هي الفاتحه قوي دي. والدرجه اللي هي برضو على نبيتي، بس فيها سنه موف، يعني تحسوا فيها سنه موف شويه. انا هعمل لكم فيديو اجرب فيه الارواج وانتوا تشوفوا الالوانات عليا عامله ازاي، وكمان اقول لكم بقى ان كان عاجبني ولا لا. والدرجه دي برضو هي موف، كومبليتلي موف، يعني يا رب تكونوا شايفين اللون، بس ان شاء الله اعمل لكم فيديو عنها مخصوص. يعني تاني ست ارواج جبتها هي الارواج دي من بي اتش كوزماتكس، كانت هتقع دول 5 ارواج برضو. انا كنت فاكره ان هما هيجوا في علبه زي الارواج التانية بتاعت اسمها ايه، يونيكورن اعتقد، بس جت في الشنطه البطاطا دي. انا اللي عاجبني في الشنطه دي بصوا ان هي بتغير لونها، يعني انا عايزه اجيب كوشن كده، يعني عايزه اجيب المخده اللي هي بتغير لونها، يعني بصوا تعملوا كده تيجي فاضي، تعملوا كده يجي تاني
الفوشيا ده، فعجباني قوي. يعني ما تخيلتش ان هي تيجي في الشنطه دي، فمبسوطه لان انا شنط الميك اب اللي باخدها معايا وانا خارجه كبيره شويه، فكنت عايزه حاجه صغنونه كده فانبسطت بيها، وبالذات البتاع ده. المهم الارواج دي من بي اتش كوزماتكس. السايت دي فيها 5 ارواج اهو، فيها 5 ارواج برضو. دي الدرجات بتاعتهم. انا حاطه واحد دلوقتي اللي هو ده اللي انا فتحته، اللي انا حاطاه دلوقتي، شبه شويه درجه الروج بتاعت عهود بالظبط، يعني تقريبا هي، او يمكن ده اغمق منها شويه. يمكن الحاجه الوحيده اللي لقطتها وانا بستخدمه ان كل ما بتحطي طبقه اللون بيغمق اكتر، كل ما تحطي طبقه اللون بيغمق اكتر، فدي عجبتني الصراحه. يعني لو عايزه اللون يبقى كده بس فاتح، بتحطي طبقه واحده ونفس النظام في كل مره، بس بتقلي اللون. يمكن دي النقطه الوحيده اللي انا خدت بالي منها لغايه دلوقتي. بس يعني روج احكم عليه لسه مش عارفه هو حلو ولا لا، لان دي اول مره اجربه النهارده. فجبت منهم برضو دول 5 درجات، برضو هعمل لكم عنهم فيديو وانا بجرب كل الليبستكس وتشوفوها على شفايفي عامله ازاي. بس كده يا بنات، هي دي الحاجات اللي انا اشتريتها من بيوتي باي ومن فلورمار، واعتقد ان بيوتي باي كفايه عليه قوي كده، يعني جربت بما فيه الكفايه. عايزين بقى نجرب حاجات تانية، ومن اولويات الحاجات اللي انا عايزه اجيبها هي الفاونديشن بتاع نيكس اللي هو كانت ستوب وانت ستوب اللي نزل جديد، فمحتاجه ان انا اجيبه عشان اجربه. بس الاول نخلص ريفيوز عن المنتجات اللي احنا جبناها دي كلها. فبليز اكتبوا لي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا اكسايتد ان انا اعمل عنها ريفيو او نجربها مع بعض. وكل الحاجات دي عموما احنا هنجربها، بس ايه الحاجات اللي ليها اولويه عندكم ان احنا نجربها الاول. وبس كده يا حلوين، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوش قبل ما تمشوا لايك كبيره قد الدنيا، وكمان تشتركوا تحت في القناه من المربع الاحمر الموجود تحت الفيديو، وتعملوا لي فولو على انستجرام، اللينك اللي هيظهر دلوقتي على الشاشه. وهتلاقي كل لينكات مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي بعد ما بخلص الفيديو هتظهر لكم. بشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.